حتى جسدي بيرفض انه يسمع ليا. وبنروح للامير سيو وايفان وبيسألوا سيو على تحسن حالة انستازيا، فرد ايفان وقال له انت شايف ان ده مش مناسب لينا. فرد سيو وقال له قصدك ايه بالكلام ده؟ فقال له ايفان دي حقيقة معروفة ان السيدة انستازيا قصده تدمر مستقبلك يا سيدي، وكل الناس في المنطقة وحتى خدمك عارفين كل ده. فرد سيو وقال له تفكيرهم زي افعالهم، انت بتفكرني لما كنت ازاي بتصرف اتجاهها علنا لحد دلوقتي. مين اللي قالك يا ايفان؟ فقال له ده مجرد رأي يا سيدي. سيو كان هيسمع وهيوافق لإيفان في كل كلمة لو كان في الماضي، لانه كان حاسس ان انستازيا عندها انتقادات كتيرة بتجيلها واللي بيحصل لها مقابل اللي عملته في مشكلة ايفيلين، ومع ذلك كان بيتم التعامل مع انستازيا على انها حد قذر. لكن لو لم يدخل سيو في حياة انستازيا كانت حياتها هتبقى هادية وعادية. وساعتها قال له ايفان انا اسف لو كلامي ضايقك وبتأسف مرة تانية. وساعتها بيسيبه وبيمشي، وبيفضل سيو قاعد لوحده وبيفكر ويسرح ويتخيل صوت الضحكة من انستازيا والوجه المليء بالبهجة والابتسامة المشرفة اللي ما جاش الوقت انه يشوفها عليها. وعلى الرغم من عدم قدرته على انه يشوفها كان عارف ان ابتسامتها كانت اجمل من اي شيء في العالم. سيو لم يتمكن من البحث عن الإجابة الصحيحة في شعوره تجاهها، وساعتها افتكر كلام إيفيلين ليه في الماضي وهي بتقوله أليست أنستازيا إنسانة قبل أن تكون إيفردين؟ وبيفتكر الأمير سيو وبيقول كان وجهها جميل جدا حتى وهي تعاني من مرض خطير، وإن الوجه الجميل ده أدى لسيو طبقات من الحكة. وعلى الرغم إنه كان عايز يشوفها دايما في حالة من اليأس لكنه كان بيشعر بالتعاطف معاها في نفس الوقت. وفجأة بيشعر سيو إنه محتاج يشوفها دلوقتي، وكان عايز يشوفها كما كانت كشخص بسيط. وبيروح سيو لأنستازيا وبتكون نايمة، وبيفضل الأمير سيو يتأمل فيها ويقول مفيش أي حاجة فيها توضح انها خبيثة زي باقي عيلتها ايفردين، وكمان ما عملتش اي اعمال تضايق حد فيها. هي ازاي وصلت الامور للمرحلة زي دي؟ انا فعلا مش فاهم. هو كان عارف ان ما ينفعش يسأل انستازيا السؤال ده، لكن سيو بيسأل على اي حال. فقال لها لماذا؟ انا محتاج اجابة منك يا انستازيا ايفردين. وفجأة افتكر الامير سيو سيرجي لما كان بينادي عليها بالشكل ده آسيا، لكن حس سيو بأنه مرتبك ودمه بيجري في جسمه كله بمجرد انه نطق باللقب ده وقال اعمل ايه؟ لازم نمشي حالا. وفجأة قامت انستازيا وقالت له لا تمشي ارجوك. واتصدم الامير سيو وقال لها انت بخير يا انستازيا؟ فقالت له لا تذهب وتتركني يا سيرجي. وبيتصدم سيو من كلامها وبيقول في سره انا ليه مهتم بالحيرة المستقرة في قلبي دي؟ اكيد هتكرهني انستازيا في كل الحالتين. وبتقول انستازيا انا مش مصدقة انك مشيت بدوني، ارجوك ما تمشيش وتسيبني لوحدي. واكيد كل الكلام ده مش موجه للامير سيو لانها كانت بتهلوس بحبيبها الراحل من الحمى الشديدة اللي تعاني منها. وبيقول سيو في سره لازم اقول لها ان سيرجي قد رحل للابد. وفجأة وبكل صدمة اعطت انستازيا قبلة للامير سيو، وفضلت انستازيا موقعة الامير سيو على الارض وبتقوله لا تذهب ارجوك لو سمحت. وساعتها سيو بيبكي، ودي اول مرة يبكي فيها. وبيقول في سره كل اللي اقدر عليه واقوله دلوقتي ان سيرجي قد رحل وابعدها عني. هو انا ليه مش قادر ابعدها عني؟ فردت انستازيا وقالت له انت ليه بتقاومني؟ فقال لها انا مش رايح في حتة. فقالت له حقا؟ فقال لها ايوه. وساعتها شالها وحطها على السرير. ومن ساعة اللحظة ديت كان الامير سيو بيزورها سرا في الليل وبيحاول يهديها انه يمسك ايديها كذا مرة. انخفضت صراعات انستازيا مع اقتراب الربيع وهبت رياح الربيع وتعافت انستازيا لدرجة انها تقدر تتجول حول القصر كله. وبعد فترة وجيزة اكتشف الطبيب انها تعافت تماما من مرض الحمى. الخدم بدأوا يهمسوا البعض ويقولوا هي ازاي انستازيا هادية ولطيفة على عكس
ما سمعنا من العاملين في العاصمة. وساعتها جه راجل غريب زار قصر الدق ورحب بالأمير سيو، وده بيكون الماركيز دياريك هوسرون، شخص رئيسي في الحزب النبيل. وما قدرش هوسرون من الانضمام للمجلس الخاص لأن أسرته صغيرة نسبيا، فقال الأمير سيو لكنه يتمتع بنفوذ أقوى من تلك العائلات الموجودة فعليا في المجلس الخاص، عشان كده لازم أبني علاقة معاه. وبيسأله سيو مين اللي وراك ده؟ فقال له أكيد انت أول مرة تشوفها صح؟ دي بتكون ماريا ابنتي التانية. فردت ماريا وقالت أنا ليا الشرف إني أشوفك يا جلالتك، أنا اسمي ماريا هوسرون. فقال له هوسرون أعتقد إنك بتنظر للمنطقة الشرقية، طب ليه جيت هنا في الشمال؟ أنت عارف الأخبار المنتشرة المتعلقة بإقليم فيوكونت راسل. الأمر هو إنه بدأ التداول مع جلونورا وانتشر مرض جديد في جميع أنحاء المنطقة، لكن سيو كان مشغول جدا خلال فصل الشتاء وما كانش عنده أي وقت للاهتمام بأمور المنطقة. وفاة إيفيلين الغير متوقعة ومحاكمة أنستازيا وكل حاجة جت ورا بعضها. حتى كان عليه أن يهتم بأنستازيا لأنها كانت تعاني من مرض الحمى. فقال له سيو طب المرض ده خطير، طب المفروض كان في طبيب للعناية بالوضع. فرد هوسرون وقال له أكيد في طبيب جه مع القافلة، لكنهم تعرضوا للمؤامرة اللي بيشاركوا فيها في المرفأ، عشان كده مفيش لينا أي خيار آخر غير إننا نرحل للشمال لحد ما يجي طبيب تاني. المرض منتشر بين الناس كلها في الوقت الحالي، أنا متأكد إن الطبيب هيوصل قبل الصيف، عشان كده أنا بطلب منك بتوفير المقاوي لينا لحد ما هنشوف هنعمل ايه. فقال سيو في سره من الغريب والرفض ان يشارك النبلاء الغرف في الماضي، لكن في الحالة دي ما عنديش سبب اني ارفض، وكمان في الواقع هو هيساعدني في بناء علاقة معاه. فقال له تمام، انا هطلب من كبير الخدم انه يرشدك للغرفة. فقال له شكرا ليك جدا. ولسبب ما خلى سيو انه فكر انه خد القرار الغلط انه جابهم هنا وقال لهم ما تدخلوش البرج الغربي، الضيوف خارج الحدود تماما. البرج الغربي موجود فيه غرفة نوم أنستازيا وسيو. فقال سيو مهما كان الأمر لا أحد يسمح للناس دي إنهم يشوفوا أنستازيا. وفجأة ظهرت ماريا وقالت له جلالتك هل كل حاجة كويسة معاك؟ ينفع نتمشى وتوريني حوالين القصر ده؟ فقال لها لماذا؟ فقالت له ماريا أنا مش عارفة حتى هو فين البرج الغربي اللي بتحكي عليه ده، وأوعدك هيكون مفيش أي سبب يخلق مشكلة ليك، وبتمنى توافق لأني هحب ده منك. وبيكون أبوها واقف وسيو ما كانش عارف يرد ويقول ايه، لكنه ابتسم في دهشة وبيحس بالانزعاج. هوسرون على الرغم ان لم يكن يبدو متشابهان جسديا الا تلك العيون والفم الشابهة بالثعبان كانت بالظبط تشبه الكونت إيفردين، وده بيكون تفكير سيو. وبكده بيكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.